اهلا بيك في سلسله جديده اسمها الدراع بايظ. التجعيله دي هتسمعها في بدايه كل حلقه من السلسله دي. اهلا بيكم في سلسله جديده يا جماعه. فكرتها غريبه جدا. فكره السلسله دي ان انا هجيب دراعات او العاب مختلفه من كل انحاء العالم غريبه جدا. هيكون منهم اللي ما سمعتش عنهم قبل كده زي النهارده، او حاجات ممكن سمعت عنها قبل كده بس عمرك ما شفت حد بيستخدمها. السلسله دي انا شغال عليها من 2024، وحرفيا السبب الوحيد اللي كان مخليني اوقفها ان انا كنت عايز اخس شويه، فانا خسيت 30 كيلو. فالنهارده هنبدا السلسله مع بعض ان شاء الله. في الاوضه اللي انا فيها حاليا دي في 14 حلقه ممكن يتسجلوا، ده غير ان انا مسجل افكار ل 25 حلقه اصلا، ففي حوالي 11 حلقه كمان مستني حاجات تجيلي عشانهم. فدي حاجه مكمله معانا في القناه وصدقني هتعجبك جدا. فديك عرفت اسم السلسله الدراع بايظ. احتمال اغير الانترو بس يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه ومش مشترك. عايز تفاعل مع حلقه النهارده عشان اعرف ان دي حاجه شداكم، يعني بدل ما اتعب نفسي وكده. المفروض النهارده بصراحه كان هينزل فيديو فيه اعلان، بس الاعلان مش هينفع ينزل دلوقتي، هينزل الاسبوع الجاي. فعشان خاطر الاسبوع الجاي في فيديو هينزل انا ومروان ريحان بنسبه كبيره بنلعب فيه فورتنايت. لو شفتوا ما تفضلوش، لو سمحت خشوا واعملوا لايك وتفاعل معاه وكده عشان ربنا يرزقنا اكتر عشان نعمل حاجات زي دي اكتر. وخليني بقى اقول لك احنا هنعمل ايه النهارده. النهارده احنا هنجرب الشيء الغريب جدا ده اللي قدامكم ده يا جماعه. حاجه انا اشتريتها من زين ماركت من سنتين، والمفروض ان هو عباره عن لعبه بلاج اند بلاي. بلاج اند بلاي يعني بتوصلها على طول في التلفزيون، وهي لعبه واحده بس بتلعبها بالجهاز اللي معاه وخلاص. فزي ما انت شايف قدامك هي لعبه بيسبول او حاجه، وانا طبعا لا افقه شيء عن البيسبول، لكن واضح ان في مشاكل فيها وهنحتاج نصلحها النهارده. والحمد لله انا كنت واخد سكرين شوت من اللي البايع كان كاتبه، يعني هو كان كاتبه بالياباني، ولكن كان كاتب ان البتاع مش شغاله بسبب ان البطاريه كانت بتسرب اسيد، او البطاريه نزلت الحمض بتاعها. فبيقول ان في بطاريه جوه ما ينفعش تتشال، ما اعرفش ازاي، وهو باعها رخيصه عشان شايف ان هي بايظه. بالمناسبه انا اشتريتها باقل من دولار، حرفيا اشتريتها بسنتات، يعني اشتريتها رخيصه جدا. فبدون ما اطول عليكم خلينا نشوف ايه اللي جوه العلبه دي، او خلينا نشوف العلبه عباره عن ايه اصلا. مكتوب من هنا هانشن تايجرز، ولو انا مش غلطان ده اسم فريق بيسبول في اليابان، ولكن واضح جدا ان هي لعبه بيسبول بتشتغل على التلفزيونات القديمه. في كنترولر صغير هنا وفي كنترولر كبير ده ما اعرفش هم دول هنلعب بيهم ولا ايه. في شخصيه هنا 3 دي برده مش عارف هل هنلعب جوه لعبه 3 دي ولا لا، انا ما اعرفش اي حاجه، ولكن هي اسمها حاجه بي ال دي اكس، ما اعرفش دي بي ال اصلا ولا لا. ومكتوب من هنا حاجه بتقول لي ان فيها زي اي سي ادابتر. من تحت هنا بيقول لك ان هي بتوصل بالوصله القديمه اللي هي الاي في، وبيقول لك اسم الفريق وبتاع. اعتقد احنا هنلعب بالفريق ده بجد. من هنا نفس الكلام، من هنا نفس الكلام، من هنا نفس الكلام، ومن ايه ده كله؟ انا اول مره اشوف العلبه على فكره، انا خدتها حاططها في مكانها وخلاص. طيب هنا بيقول لك بتوصلها بالتلفزيون، في واحد بيمسك الكوره، هي دي 2 بلايرز ولا ايه؟ هو تقريبا في واحد بيمسك الكوره وواحد بيضرب المضرب ولا ايه الكلام، مش عارف والله. ولكن في جهاز بيتركب في التلفزيون. لحظه واحده انا محتاج انور النور اكتر من كده، معلش افهم بس ايه ده. هو واضح ان في 5 العاب لا دي حروف دي، وهنا بيرمي الكوره، وهنا هو في انديه كتير وفيها 1 بلاير 2 بلاير 3 بلاير 4 بلاير. طبعا الكلام ده واضح مش هنقراه. خلونا نفتح العلبه طيب ونشوف جواها ايه. انا ما اعرفش والله العظيم ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. العلبه مصفره قوي بس ماشي. عندنا هنا دليل استخدام تقريبا، طبعا ما فيش اي دليل فيه، بس في بيقول لك ان في جهاز وبتاع بيتوصل بالتلفزيون. كلام انجليزي اهون. اوكي هي فيها باتنج وفيها بند، فيها ان انت ترمي الكوره وفيها ان انت تضرب الكوره، وبيقول لك انت لازم تقف على مسافه معينه وحاجات كده. ايه العبط ده؟ بس اوكي هنجرب دلوقتي نشوف ايه الحوار ده. بس دليل استخدام شكله مش قديم. هي اللعبه دي نزلت سنه كام؟ اوكي على كلام جيميناي يا جماعه اللعبه دي اسمها هانشن تايجرز اكسايت ستاديوم دي اكس، يعني ملعب هانشن تايجرز يعني من الاخر. يعني نزلت في 7 ابريل 2003، وبيقول لك ان في سنه 2003 النادي ده كان مولع الدنيا اللي هو هانشن تايجرز. ولكن اوكي يعني الكلام اللي قدامي ده من 2003. ايه ده؟ لحظه انا غبي قوي اهو. مكتوب هنا 2003 والله. ايه اللي هنا بقى؟ عندنا الضمان تقريبا ولا ايه ده؟ ايه ده العاب تانية استنوا، والاسعار مكتوبه كمان. اوكي في بينج بونج، في جولف، في بوكسنج، في لعبه بيسبول تانية ب 6980 ين، يعني حوالي 2275 جنيه مصري او 44 دولار امريكي. يعني اللعبه اللي بنلعبها النهارده على الاقل كانت بتتباع ب 44 دولار امريكي. عامه في لعبه صيد سمك تقريبا، دوج بول، في تنس، كره قدم، وفي لعبه عائليه هنا من نوع ما، وفي همتارو، وفي عبقور الشطور وعبقور الشطور تاني، وحاجات غريبه جدا وبس. والله يعني واضح ان الشركه دي كانت بتعمل حاجات كتير قوي. ورقه الضمان دي بتقول ان الجهاز ده اتباع يوم 2 يونيو 2003. 2 يونيو يعني اشتراه بعد ما نزل بشهرين تقريبا. طيب يا لهوي على الصفار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده ايه ده هنا ابيض. بص فرق اللون والله. هنا ابيض. اوكي عندنا دراع من هنا جلد، لا ده رابر. في هنا ستراب و ريحته غريبه جدا. ايه ده؟ في زرار هنا اون واوف، وفي زرار هنا كمان ما اعرفش ايه الزرار دي بس ماشي. عندنا هنا مضرب. ايه ده؟ المضرب قماش. اوكي مضرب قماش غريب جدا جدا جدا، عليه اسم النادي وبتاع. خلونا نركبه هنا كده اهو. والله بص
عندنا هنا كرة البيسبول، حجمها كويس زي كرة البيسبول العادية، انا عندي كرة بيسبول عادية، ولكن في 4 زراير من هنا، وفي من هنا زي مسمار ممكن تفكه عشان تطلع بطاريات تقريبا، وفي من هنا زرار برضو اون واوف. بعدين عندنا من هنا في كيبل الاي في، وعندنا هنا اللي مش عارف اطلعه ده. ايوه هو احنا عندنا من هنا اللي بيتوصل في التلفزيون، في زرارين اكس واو واون واوف واسهم. بس المشكله، لا خلاص مش مشكله، كنت اقول لك المشكله الادابتر مش جاي معاه، ولكن واضح ان هو بيتحط له بطاريات هو كمان، فكويس. فبس ريحه الحاجه وحشه قوي والله، ريحه الحاجه بشعه يا جدعان، انتوا مش متخيلين. فالمهم ده اللي عندنا، ده اللي قدامنا دلوقتي، ده اللي احنا ممكن نستخدمه. مش هنحتاج بقى الكتب دي خالص. فدي اللعبه دي، المفروض دول 2 كنترولرز، ودي اللعبه نفسها. ايه بقى اللي مصدي يا معلم؟ انا مش فاهم والله. استنوا خلينا نفك دي كده عشان نعرف بس نتعامل. واظن المشكله هتكون من هنا. مش شايف، مش باين قوي. استنوا كده. يا لهوي على الوحاش، انا فهمت دلوقتي. ده في بطاريه جوه يا جماعه مصديه متبهدله. هل هنعرف نصلح الجهاز ده؟ تعالوا نشوف. الاول خلينا نشوف الحاجات اللي احنا مش حاسين انها بايظه، هل هي كويسه ولا لا. بسم الله. هنفك كده. اوكي ده نضيف، ما فيهوش اي مشاكل. فده محتاج 4 بطاريات كبيره. تمام كده، حلو قوي. ودي مصديه شويه بس سهل ان هي تتنضف، دي بتاعه القطع اللي هنا دي. وبعدين عندنا كره البيسبول نفسها، خلينا نشوف برضو البطاريات اللي هي عايزاها ايه. والبطاريات بطاريات صغيره، اوكي، بس برضو دي حالتها كويسه مش مصديه. تمام، يعني احنا مشكلتنا كلها في القطعه دي صح. تعالوا نفكها. انا شايف في 5 مسامير قدامي، فهفك ال5. حاسس من فكه المسمار ان هو ما اتفكش قبل كده، فدي حاجه كويسه. ده معناه ان هو ما حاولش يصلحها قبل كده، فممكن نعرف نصلحها احنا يعني. وهي فرصه بالمره نشوف اصلا الجهاز ده بيشتغل ازاي، لانه المفروض فيه موشن يعني. اوكي انا فكيت دي وفكيت دي، وعايزين نفك القطعه الثانيه كمان، بس انا مش عارف اعملها ازاي لان ده بيعمل كده. اوه يا اولاد الذين يا اشقيه، ده في مسامير هنا، ودي مسمار مصديين شويه المسامير دي على فكره. طيب دلوقتي بقى، هل في اي مسامير تانية في اي حته؟ انا مش شايف الصراحه، والله ما عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي، لان الدنيا صعبه قوي. بس بحاول اني اوقع البطاريه. اوه ايه ده يا لهوي، ايه القرف ده يا جدعان؟ بصوا عامله ازاي. استنى، ايه ده والله. نرميها دي على جنب وما نقربش منها تاني. هل بقى الجهاز محتاج تنظيف ولا البطاريه عملت بطريقه ما بوظتش حاجه؟ لان الالكترونيات كلها هنا، فالحته دي يا دوبك بتوصل، يعني شايفين الحته دي يا دوبك بتوصل بس الكهرباء من تحت لفوق، فتكنيكلي ممكن تكون كل حاجه شغاله عادي، والواد ده ما كانش يعرف على فكره يعني. ده ممكن يكون اللي بيحصل دلوقتي. السؤال هنا، هل الدراع بينور؟ هل في لمبه؟ استنوا اجيب بطاريه نجربها. طلعت بطاريه الريموت بتاعي والله. اوكي بسم الله. المفروض البوزيتيف كده، هنرمي دي هنا ونرمي دي هنا، وهنوصل دي كده ونقول بسم الله. ازاي اعرف بقى شغاله ولا لا؟ مش عارف بقى، اللمض مش منوره، فانا مش عارف ده معناه ايه. هل هي شغاله ولا مش شغاله، ولا دي مش لمض؟ دي ممكن تكون مش لمض على فكره، ممكن تكون سنسورز. هقول لكم على حاجه، انا ممكن اجيب مالتي ميتر ونجرب بيه نشوف لو في فولتج او اي حاجه. استنى، رغم اني عندي مالتي ميتر نضيف، بس هنجرب ده. هو انا شايف حاجه، فهل ده معناه ان هو شغال؟ والله يا جماعه تقريبا والله انا مش اشتغل، انا مش متاكد. انا بس مشكلتي ان انا مش عارف افكه من غير ما افك الاسلاك، فاهمين حاجه؟ هو ده اللي خلاه ما يصلحوش يعني. ولكن عشان اطلع الحته الرابر دي لازم افك الاسلاك وبتاع، فده اللي مصعب الدنيا شويه. بصوا عامه هو الحل الوحيد ان احنا نركب كل حاجه ونجربها تاني مع بعض ونشوف هتشتغل ولا لا، فخلينا نعمل كده. طيب انا كده قفلتها خلاص ورجعتها زي ما كانت، ودلوقتي انا محتاج اركب بطاريات في كل حاجه واوصل الشيء ده عشان نتفرج نشوف اللعبه هتشتغل ولا لا. فتعالوا نعمل كده. طيب يا اخوانا، المفروض انا كده مجهز كل حاجه قدامكم عشان تشتغل. ده اللي بيحول من الكيبل ده للاتش دي ام اي، والجهاز متوصل فيه بطاريه هو والدراعين. هل معقوله نكون صلحنا جهاز تاني من اليابان ببساطه كده؟ مش عارف الصراحه، بس بسم الله. الاول هندوس كده، بسم الله. اوكي دي علامه كويسه. اشتغل ولا ده تحذير ولا ايه؟ لا اشتغل. اوكي في صوت ولا مفيش؟ انا مش سامع صوت. هاي والله هاي. اوكي شغال. وطي الصوت بقى شويه وخليني اجيب الشاشه اللي قدامي اخلي فيها اللعبه. اوكي انا شايف اللعبه قدامي دلوقتي. طبعا الكواليتي مش احسن حاجه في الحياه، لعبه قديمه من 2003، ولكن اعمل ايه بقى يعني؟ هل ادوس مثلا اكس، اسهم، دايره؟ اوكي عندنا 4 اختيارات واضحه جدا، ولكن هنختار اول واحد. اوكي بيقول لي 1 بلاير 2 بلاير 3 بلاير 4 بلاير. خلينا نختار 1 بلاير، وهات لي الدبدوب ده. ايه الفرق؟ الاثنين نفس الكلمه تقريبا. هات اول واحده. انا مش شغلت الدراعات صحيح. شغل الدراع ده وشغل الدراع ده. خلينا نشوف كده. واعتقد الجهاز نفسه يا جماعه المفروض اجيبه ورا شويه عشان السنسورز تقريبا. وهدوس كده وهنختار الملعب اللي تحت طبعا عشان ده الملعب المشهور. ولا فاهم اي حاجه. اوكي فانا دلوقتي بلعب ولا ايه؟ بعمل حاجه ولا ايه؟ اعمل ايه؟ ادوس. ما تقولش الدراع ما اشتغلش. استنى عايز القط الكلمه دي افهم معناها.
ستارت وذ بات. لازم ابدا بده ولازم ادوس على الزرار والزرار مش شغال. كان قايس فولتج والله. ايه اللي حصل؟ الدراع مش شغال تقريبا. واضح ان الدراع محتاج شغل زياده. طيب هقول لكم على حاجه، نطفي الجهاز ونشغله تاني. تعالوا نجرب نلعب بكره البيسبول نشوف شغاله ولا لا. كده لحظه كده. بصوا الاوكي اللي قدامنا دي، ده بيقول لك ايه الحاجه اللي شغاله وايه الحاجه اللي مش شغاله، فاهمين؟ فالدراع مش شغال. طب استنوا بقى واللعبه شغاله كده، انا عايز اجرب افك الدراع ده وابص عليه. فكره ان اللعبه قدامي شغاله وانا شايف الجيم بلاي عامل ازاي، بس مش هحرق لكم. بس عماله اتغير ما بين الديموز اللي هو بتوريك اللعبه بتشتغل ازاي يعني. اوكي كده فكيت الدراع بالكامل. خلينا نبص على البورد لو في اي مشاكل. مش شايف مشاكل، لا مش شايف حاجه ولا اي ليك ولا اي حاجه خالص. فالبورد نفسها كويسه على فكره. طيب يعني المشكله كلها هتكون من الدراع او من القطعه دي يعني. بس ازاي اطلع ده من هنا؟ عماد المهندس الشاطر بيشغل دماغه. فقص يا ابني، قص يا ابني، قص يا ابني، وهنوصلهم بعدين تاني. هنفتح بقى ده كده. اوكي في مسمار كمان من هنا، وبقى نفتح كده. ايوه اوكي. هنا القطعه دي نظيفه بلاستيك عادي. هنا بقى في حاجه بتحصل غلط، ولكن من اللي انا شايفه يا جدعان، ايه ده يا جدعان؟ بتاع نظيفه يا جدعان. بس على العموم انا هنضف الدنيا كده واجرب تاني واقول بسم الله، فمفيش غير كده يعني. طيب يا جدعان ركزوا كده في المالتي ميتر ده. انا دلوقتي المفروض نضفت البتاع دي كويس قوي. فالمفروض يعني ان لو عملت كده والميست الاحمر ده نلاقي 3 فولت. 3 فولت اهم تقريبا. فكده معناه ان البطاريه موصله كهرباء عادي للسلك. فدلوقتي انا عايز اركب كل حاجه زي ما كانت تاني ونشوف هيحصل ايه. اوكي بعد تعب كتير ركزوا معايا عشان الموضوع غريب قوي. انا ظبطت كل حاجه وبدات ابص على الدوائر عشان افهم بتشتغل ازاي وكده. وخدت بالي ان في انترابتر هنا وفي تقل هنا وفي سوسته. الفكره بقى ان التقل ده المفروض بيتحرك لما انا بسوينج المضرب جامد، فاهمين؟ فركز دلوقتي قدامك على الشاشه على الجيم، لما احركه لفوق والتقل بيلمس البتاع بتشتغل، والسوسته بتشد التقل لتحت تاني فما بيفضلش الزرار شغال. فانا ممكن اقعد اعمل كده لغايه ما اخش على اللعبه جوه خالص. تمام، ودي هتبقى الطريقه. بص دلوقتي بيقول لي سوينج. تمام، لما سوينج اللي قدامي المفروض ان هو هيرمي الكوره وانا هستنى تقرب مني وهضرب. ما ضربتش. مش عارف بقى، مش فاهم الحوار ده قوي الصراحه، بس هو المضرب شغال. الفكره بس ان انا يمكن مش فاهم اللعبه بتلعب ازاي. والله مش عارف، يمكن انا مش فاهم اللعبه بتلعب ازاي، ما اعرفش. عموما انا هركب كل حاجه تاني واشوف. بس الفكره ان في المفروض زرار هنا والزرار مش شغال. انا ما اعرفش ايه، بس الزرار ده مش شغال. هل لازم ادوس عليه وانا بضرب بالمضرب؟ هل في حاجه انا مش فاهمها؟ ما اعرفش. خلينا نركب كل حاجه ونجرب اللعبه تاني. طب يا جدعان المضرب في ايدي دلوقتي بعد ما ركبته المفروض وخلصت كل حاجه، وفي نفس الوقت الكوره في ايدي. فالمفروض دلوقتي لما ندوس على الكوره كاتب لي اوكي هنا على الشاشه قدامي. ومفروض لما اعمل المضرب مثلا كده كاتب لي اوكي على المضرب كمان. حلو، صلحت الجهاز. انا صلحت الجهاز. فهو دلوقتي بيقول لي سوينج لما تجهز تقريبا. في زرار هنا المفروض اعتقد ادوس على الزرار ده وسوينج جامد ولما الكوره تجي لي. فانا مش سامع الصراحه، ولو سامع مش هفهم حاجه. فبسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نسوينج. اوكي هيرمي الكوره عليا. نجهز الله اكبر علينا. اوكي اعمل ايه دلوقتي؟ اجري ولا اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ مش المفروض اجري للبيز ولا ايه؟ اوكي تاني هيضرب تاني. ماشي. انا ضربت بدري قوي والله. الصوره ما علينا. تاني اول ما الكوره تقرب مني ضربتها صح؟ اعتقد انا ضربتها، انا مش سامع. راحت 60 متر تقريبا. اوكي مره كمان ايوه ليتس جو. هوم ران؟ لا مش هوم ران صح؟ راحت عند الجمهور. هوم ران تقريبا 124 متر. اوكي مره والله اللعبه ممتعه جدا اقسم بالله. مره كمان مش حلوه قوي دي. لا والله. ايه ده 77 متر؟ طب والله كويس، مش احسن حاجه عندي بس ماشي. هحاول اجيب 130 متر مثلا. استنوا كده نجهز حلوه دي صح؟ ايوه 122 متر التوتال 246. ماشي. ايه استنى انا ما اعرفش. انا ضربت اي حاجه، ما اعرفش جبتها ولا لا. دوست على 80 متر مقصود يا ابني. انا بيسبولي يا ابني قديم يا ابني. اخر كوره بقى بعد كده نغير اللعبه. اوكي المضرب اشتغل اتصلح. انا مهندس شاطر قوي. ها اللعبه انا مشتريها يعني والله العظيم برخص التراب، انتوا مش متخيلين. واشتغلت والمضرب حلو يعني. لو مش شغال برضه ممكن تلطش بيه الناس. ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه اعتقد انا كده كسبت، مش عارف. طيب انا دلوقتي ماسك الجهاز في ايدي، عايز اشوف لو في طريقه من غير ما افهم يعني ياباني اني العب ان انا برمي الكوره. فخلونا نختار فريق كاتس ده مثلا ونجيب تاني واحده. لا اعتقد لا مش كده، اعتقد مش كده. لحظه خلونا نجيب تاني واحده وخلونا نجيب الصعبه دي اللي هي 130 ل 160 كيلو. اعتقد دي معناها ان الكره هتكون اسرع حاجه ممكنه. فخلونا نجرب كده. ده ملعب مفتوح بقى المفروض فيه هوم ران بجد. فاستنوا. ايه ده؟ انت انا كده اخترت ان انا اشول يا جدعان. اوكي استنوا انا مش هشول، مش عارف اضرب كده.
مش هعرف اضرب كده، انا هشغلها تاني بس هشغلها ان انا ايمن، فاهمين؟ مش ايمن، انا احمد، بس انتوا فاهمين انا قصدي. اوكي كده احنا عرفنا ان اول واحده دي اول اختيار يعني تضرب بالمضرب. انا مش عايز استخدم جوجل ترانسليت. تعالوا بقى نختار فريق كاتس ده تاني. الاختيار ده بيقول لك انت بتضرب بايدك اليمين ولا الشمال. هنضرب باليمين. هنختار اسرع كوره وهنختار الملعب الاول وبسم الله. اوكي انا جاهز لك. يلا تعالى تعالى اهو. بسم الله. كنت عامل السنسور غلط، استنوا. بسم الله ايه ده؟ في ايه يا اسطى؟ ايوه هتروح فين بقى؟ حتى الواد مصدوم والله. ايوه هيمسكها ابن لذينه. مش عارف يمسكها ولا لا. واحده كمان. والله اللعبه ممتعه جدا، والله العظيم ما عارف اشرح لكم ازاي، بس اللعبه ممتعه جدا. انا عمال اسوينج وامس. واحده كمان. يا نهار ابيض على الحلاوه، يا نهار ابيض على الحلاوه. عملتها 141 متر يا جدعان. لعيب بيسبول يا جدعان، لعيب بيسبول يا جدعان. مش فاهم حاجه في الرياضه بس ماشي. لا خلاص بقى انت هتصاحبني. طب عايزين بقى نجرب نلعب بالكوره برضو، ما جربناهاش لغايه دلوقتي. هي الكوره اصلا فيها زراير، فينفع اختار بالكوره؟ ما ينفعش اختار بالكوره. مش طب ماشي، طب ندوس نيكست. هنختار تاني واحده مثلا. وتعالوا بقى نختار فريق السي فود ده، صح والله اسمه سي فود صح اهو. وهنختار برضو ايدنا اليمين. ايه بقى الحاجات دي بقى؟ طب استنوا هترجم وهجيب لكم بتاعت الكوره. استنى. اوكي ده بيقول لك عايز تعمل اوفر ثرو ولا 3 كوارتر. لا اوفر ثرو ماشي. مش عارف والله. طب الاختيارات دي ايه بقى؟ الاختيارات دي بتقول ريجلر، باور، هيرو. لا خلينا ريجلر برضو اللي هي احنا بنلعب على اسهل حاجه. وهنا بنختار الملعب عادي. طب الجمله دي معناها ايه؟ دوس على الزرار وهز الكره عشان تضرب. استنوا كده. انا الاول هحط الكره في ايدي عشان بس اخاف ارميها على الشاشه ونقعد نعيط ونصلح على الشاشه الفيديو الجاي. وبعدين هندوس على الزرار ونهز. ايوه. ودلوقتي انا عملت ايه؟ هو انا كده كويس ولا ايه؟ مش فاهم. تاني. اتضربت. الو. اوكي بس انا فهمت. ايه امسكها ولا 10 يا ولا يا ولا جامد يا ولا. اوكي هنضرب تاني. هو بيعمل ازاي؟ بيعمل كده كده. ايه ده يا اسطى؟ رجعها لي يا اسطى. احنا بنلعب صد رد. في ايه؟ احنا مش عارف احنا نجحنا ولا لا. طب انا مش عارف ازاي الصراحه بلعب بالكوره، ما لعبتش بيسبول قبل كده فمش عارف. انا كل اللي اعرفه ان هو بيعملوا كده. اوكي يعني انا برمي بعد كده هو بيعمل انيميشن. اوكي طب استنى. هرميها تاني. استنى. ها صح ولا ايه؟ انا عمال بنجح. هو والله انا بكسب على فكره. المضرب احلى بكتير الصراحه. تاني. ها والله بصوا هي بتاعت الكوره لذيذه، واعتقد ان في مالتي بلاير. اعتقد انت ممكن تلعبها اتنين مع بعض، ولكن بتاعت المضرب لذيذه ماشي. بتاعت الكوره مش قوي. وانا ببص كده في اللعبه فهمت بقى ان فيها ممكن تلعب دوري، ممكن تلعب مع اصحابك، ممكن تعمل حاجات كتيره. فهي كلعبه ممتعه جدا الصراحه. هل انا هلعبها تاني؟ مستحيل في حياتي. هلعبها ليه؟ ضياع بطاريه على الفاضي. بس لما الراجل نزلها وقال ان هو جرب كل حاجه عشان يصلحها ما اشتغلتش، انا خدت الموضوع كتحدي. فالدراع كان بايظ واحنا صلحنا الدراع بايظ. هي دي مش فكره السلسله بالمناسبه. يعني هيبقى في دراعات كتيره بايظه وهنصلحها مع بعض، ولكن فكره السلسله يا جماعه بجد هتبقى انه كأن انا مثلا ما عنديش دراع بلاي ستيشن فبلعب باي دراع تاني عندي، واي دراع عندي هيكون حاجه غريبه كده. دي اقل حاجه غريبه فيهم على فكره، ولكن اتمنى تكون عجبتك. فدي كانت لعبه اكسايت بيسبول، نسيت اسمها ايه، بتاعت هنشن تايجرز من 2003. صلحناها وشغاله زي الفل، ودلوقتي خلاص هتفضل عندي هنا في الستورج بتاعي. فلو الفيديو عجبك تعمل لايك، تشترك في القناه مش مشترك، وبس كده. اشوفك في الفيديو الجاي. لاف يو اول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام، باي باي.